السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المارشال في كل مكان، طلاب الجمهورية في الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في النص الثاني من المراجعة النهائية لمنهج الصف الثالث الإعدادي، منهج جديد سنة 2026. موفقين بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن يونت 4 يونت 5 يونت 6. هنتكلم عن الضرورة، هنتكلم عن الامبيراتيف، هنتكلم عن السيكونسينج ووردز، هنتكلم عن دايركت والاندايركت، بل كمان هنحل عليهم سواء ريرايت أو كوريكت. وكمان هفكرك باهم الفوكاب او اهم الكلمات بتاعت ال3 يونتس وهنحل عليهم بفضل الله. مش عايزك تتوه مني في اي جزء من اجزاء الفيديو. النوت بوك بتاعتك الصغيره، قلمك يا سيدي، وورايا واحده واحده ان شاء الله. مفيش كلمه هتتقال ملهاش لازمه، ومفيش كلمه مش هتستفيد منها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير القناه عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه باذن الله. خليك معايا. رجعت لك من تاني صديقي بعد ما راجعنا النص الاول من المنهج للصف الثالث الاعدادي الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هنراجع النص الثاني اللي هو يونت 4 يونت 5 واخر يونت اللي هي يونت 6. صلي على رسول الله، ما تروحش في اي حته وخليك معايا. مبدئيا يونت 4 كان بيتكلم عن ايه؟ والله يا مستر يونت 4 ده كان مقسوم نصين. النص الاولاني بيتكلم عن المودلز او الافعال الناقصه، ومش الافعال الناقصه كلها، لا، هو بيتكلم عن كم فعل ناقص كده كانوا عندنا. اولهم كلمه ايه؟ كلمه must. وقال لك must اصلا انا بستخدمها للتعبير عن حاجه اسمها الضروره، وهي معناها يجب ان. النفي بتاعها محترم حاجه اسمها mustn't. جميل، معناها لا يجب انا. تيجي تقول لي ايه الفرق ما بينهم؟ اقول لك يصبر شويه. الاثنين دول يا مستر يجي بعد منهم الفعل في الانفينيتيف او في المصدر بدون اي اضافات، ويجي قبل منهم السبجكت او الفاعل. في اشكاليه؟ لا يا مستر. يعني لو جالك سؤال كوريكت مثلا وقال لك يا سيدي ان الواد سامي مثلا سبيس من اقواس must smoked here. سامي نوت يدخن هنا. هتيجي تقول لي اوتوماتيكلي حضرتك هتقول لي هو كده كده التدخين يا مستر ما ينفعش، دي حاجه سيئه، فبالتالي هروح قايل كلمه ايه؟ كلمه ماسن. طبعا ده 90% من الطلاب بتفكر كده. لو جه لي في سؤال الكوريكت ماست بين الاقواس اروح قايل له ماسن، لو جاب لي ماسن اقول له ماست. صح؟ لا يا بلاص، الكلام ده مش سليم. تعالى بقى اما انبهك لحاجات صغيره كده. قال لك اصلا كلمه ماست ليها استخدامات وماسن ليها استخدامات. ماست احنا بنعبر عن حاجه اسمها الضروره، بنعبر عن ايه محترم؟ الضروره. والضروره ديت ليها استخدامات كتير، اشهرهم على الاطلاق الالزام الداخلي. تاني حاجه القواعد العامه. بص يا سيدي، عشان نعرف ان الجمله فيها ضروره، اول حاجه ممكن استعين بيها هو المعنى. تاني حاجه ممكن استعين بيها ان الحكايه ديت بيجيب لي حاجه اسمها it is، ومعاها صفه من الصفات ديت. الصفات ديت هي اللي بتدل على الضروره بالمناسبه. زي ايه؟ زي مستر it's necessary، من الضروري. it's important، من المهم او من المهم. it's a must، وخد بالك من a must ديت عشان نلاقيه شويه. ممكن اقول it's essential. مالهم دول؟ قالك بص، كل دول يا سيدي يجي بعد منهم يا مستر حاجه من الاثنين. يا اما يجي بعد منهم to المصدر، مفيش مشكله، يا اما يجي بعد منهم for وبعدين object او مفعول وبعدين to الايه؟ والمصدر. ازاي؟ زي ما اقول لك دلوقتي كده في المثال اللي جاي ده. صلي على النبي الاول، صلى الله على سيدنا محمد. جيت قلت لك ايه؟ it is necessary for علي to study hard. من الضروري للواد علي ان يذاكر بجد. الجمله سليمه 100 100 وما فيهاش اي حاجه. ادي يا مستر، ادي it's necessary، بعد منها قلت for والمفعول بتاعي، وبعدين رحت قايل to والمصدر. تعالى بقى طلب مني بين البراكتس كده، انا عايز كلمه ايه؟ must. عايز الجمله دي فيها must. ما هي انت لو ركزت شويه واستخدمت عقلك، من الضروري لعلي ان يذاكر بجد هي علي يجب ان يذاكر بجد. حلو. فبالتالي الريرايت بتاع الجمله دي ان انا هبدا بعلي، وكل الكلام دوت زيادات. ده انا هقول علي ماست بس. علي ينبغي ان او يجب ان ايه؟ study، يذاكر ايه؟ يذاكر بجد يا مستر. يعني يا مستر الجمله المكونه من 4 كلمات دي هي الجمله اللي فوق. قال لك نفس المعنى نفس الاستخدام، بس خد بالك هو ممكن يبدل ما بين دي وما بين دي. يعني ايه؟ ممكن يجيب لي جمله فيها must يقول لي حط necessary، انا هرجع كده او همشي بالقاعده الايه؟
اللي فوق دي. انا كل ده بتكلم عن مين؟ عن الضروره اللي هي كلمه ايه؟ كلمه ماست يا مستر. طيب افرض ده هو عايز يتكلم عن ماست، انت قال لك هقول لك دلوقتي تعالي كده يا ايتها الشنقيطه، وجيت قلت لك تعالى اما نشوف قصه ماست. ماست ديت انا بستخدمها للتعبير عن، نعمل كده بس الاول، للتعبير عن التحريم. ايه التحريم ده؟ نقول منع يعني. بص كده، جيت قلت لك جمله بتقول you space من الاقواس must، او اسف بلاش must، should يا سيدي park here. انت ناقص تركن عربيتك هنا، وجيت في الاخر قلت لك والله it's against the law، هذا ضد الايه؟ ضد القانون. اول حاجه تيجي في بالك should، تبقى should انت يا مستر، اقول لك غلط يا بلاص. ليه؟ لان كلمه against the law ديت معناها ضد القانون، والكلمه ديت من الكلمات اللي بتعبر عن المنع، فبالتالي ما ينفعش اقول ولا should ولا should. ده انت الحل عندك هيكون ايه؟ هيكون كلمه mustn't. تيجي تقول لي طب يا مستر ماشي، تعالى قول لي كده الحاجات اللي بتخليني اقول mustn't زي ما قلت لي في must. اقول لك يا سيدي، تلاقي الجمله فيها كلمه اسمها against the law، ضد الايه؟ ضد القانون. تلاقي كلمه اسمها forbidden، تلاقي كلمه اسمها banned، تلاقي كلمه اسمها not allowed، ممكن الاقي كلمه اسمها not permitted يعني غير مسموح برضه. بص بقى تعالى اما اعرفك معانيهم يا صديق. قال لي ايه؟ قال لي مبدئيا against the law يعني ضد القانون، forbidden او banned يعني محرم، not allowed او not permitted يعني غير مسموح. مالهم دول؟ قال لي والله يا مستر دول نفس القصه، ممكن يجي بعد منهم to plus الانفينيتيف، وممكن يجي بعد منهم for وبعد الفور او الاوبجكت او مفعول وبعدين to الايه؟ والمصدر. دي زيها زي بتاعت مست. قال لك بس هي الفكره في ايه؟ ان اميز ما بينهم ازاي؟ بص كده، جيت قلت لك جمله هنا بتقول ايه يا محترم؟ جيت قلت لك جمله بتقول ان الواد سامي، هعكس لك الامر هنا معلش، mustn't disrespect يقلل من احترام his parents يقلل من احترام والديه. ده كده ان شاء الله داخل النار. تعالى قلت لك بين الاقواس، معلش انا عايزك تقول لي كلمه law القانون. تيجي تقول لي بقى يا مستر انا لاقيه انت، انا فاكر ان انا حفظت الكلام دوت، ان كلمه مصر انت اصلا تساوي التعبيرات ديت. هو طلب مني في الريرايت كلمه law، خلاص يبقى همشي بالتعبير ده اللي هي against the law. هقولها ازاي؟ بص بقى، هي دي كلها بتبدا باتس، فاروح قايل هنا اتس ايه؟ against ايه؟ against the law ضد القانون. هو ايه يا مستر اللي ضد القانون؟ اقول لك انا دلوقتي، نيجي كده سنه. اتس against the law ده ضد القانون اللي هو فور مفعول تو المصدر. تعالى فور مين؟ فور سامي، ضد القانون بالنسبه لسامي. مثلا to disrespect his parents، غير القانون ان هو يقلل من احترام والديه. قشطه قشطه. دي ماست وماسنت، دي ماست وماسنت. تعالى بقى يا سيدي نخش على حاجه تانية صغيره خالص اللي هي كلمه كان وكلمه كانت. مالها يا مستر كان وكانت؟ كان وكانت في الطبيعي بيجي معاهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات، وبيجي قبل منهم السبجكت او الفعل. بس عايزك تنتبه لحاجه، انت طبعا عارف ان دول احنا بنستخدمهم للتعبير عن القدره، بس في ثالثه اعدادي قال لك ده انا ممكن استخدمهم للتعبير عن الايه؟ عن اخذ الاذن. اخذ الايه؟ الاذن. يعني لما اجي اقول لك مثلا I give you my permission، انا اعطيك اذني to go out، انا بدي لك الاذن انك تخرج يا سيدي. حلو، طلبت منك في الريرايت يا محترم هنا كلمه ايه؟ كلمه كان. طبعا دماغك هتتوغوش ولا تتوغوش ولا حاجه، الموضوع سهل والله. انا بدي لك الاذن انك تخرج، هي انت تقدر تخرج، انت يعني you تقدر يعني كان، وبعدين go out. الفكره كلها
والطالب اللي بيكسب دايما في الريرايت هو الطالب اللي بيكون فاهم معنى الجمله، مش الطالب اللي بيمشي على قواعد 1+1=2. جميل جميل. ركز معايا يا صديقي، اما اجي اكلمك بقى في النقطه اللي بعد كده والاهم هي استخدام should و shouldn't، اللي هي والله مثلا انا فاكر ان كلمه should ديت معناها ينبغي ان. في كلمه زيها السنه دي خدناها اسمها ought to، ينبغي ان. في كلمه زيها السنه دي خدناها اسمها had better. في تعبير بيساوي should يقول لك ايه؟ يقول لك it is advisable to. ايه ده؟ قال لك كل دول يا سيدي معناهم ان انت بتنصح، كلهم معناهم ينبغي ان، كلهم معناهم ينبغي ان. ده كلهم بيجي بعدهم الفعل فين؟ في المصدر. واحد يجي يقول لي كل دول يا مستر، اقول له والله العظيم كل دول. تعالى اما اوريك. بص يا سيدي، كلمه شود اصلا بتيجي بمعنى يجب ان، وهي من الكلمات اللي بستخدمها للتعبير عن الايه. ركز بقى معايا، الادفايس، النصيحه. الكلمه دي مهمه جدا 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 جدا. ازاي؟ بص اديك سؤال كوريكت دلوقتي انت هتغلط فيه. سامي، مش عارف ايه حكايه سامي معانا النهارده. سامي ماله؟ سبيس بنلاكويس mustn't study hard. That's my advice. يقول لك سامي ناقط يذاكر كويس. حلو. هتيجي تقول لي سامي لازم يا مستر مصر ابتدي اخليها ايه؟ مصر. غلط. لو بصيت على الجمله في الاخر كده لقيت كلمه ايه؟ ادفايس. ده انا كده بقدم ايه؟ نصيحه. فهتبقى ايه؟ قال لي يا مستر هنا هتبقى ايه؟ هتبقى شود. خد بالك من الحاجات ديت يا صديقي. حلو الكلام. في مشكله في الجرامر دوت؟ ما فيش يا مستر، الموضوع سهل لسه ما خلصش. كان في جزء تاني للجرامر دوت، حاجه اسمها الكونتراستنج او التناقض. ايه التناقض ده؟ قال لي يا مستر في شويه روابط كده بتستخدم في التناقض. كلمه اسمها although، كلمه تانيه اسمها even though، كلمه اسمها while، والثلاثه دول بيقولوا عليهم روابط تناقض. يعني ايه روابط تناقض؟ يعني تربط ما بين جملتين متناقضتين. والله انا تعبان خلصت الشغل اللي ورايا. ايه الرابط اللي يربط ما بين الجملتين دول؟ although او while او even though. طبعا في اكتر من كده بكتير بس ده اللي عندك. طيب قالك في حاجه تانية اسمها رابط تناقض، ولكن ده بيربط ما بين فكرتين متناقضتين، اللي هي ايه؟ حاجه اسمها on one hand، وده تيجي بعدها جمله، وبعدين اقول on the other hand. عادي. تعالى كده. يا سلام. ايه ده؟ والله يا مستر وائل قال لي on one hand دي معناها اصلا الاولانيه دي معناها من ناحيه. عارف انت لما اقول لك من ناحيه؟ وسائل التواصل الاجتماعي جعلت التواصل مع الناس اسهل بكثير مما كان عليه من قبل. On the other hand يعني من الناحية الأخرى. ده أنا كده بقى كنت بقول في الأول إيجابيات. من الناحية الأخرى دي معناه إن أنا هقول إيه؟ هقول شوية سلبيات حلوين قد كده. حلو الكلام؟ حلو الكلام. في مشكلة؟ تعالوا نطبق على الكلام ده عشان نأكد على المعلومة يا صديقي. خليك معايا. رجعت لك من تاني يا صديقي بأهم أسئلة الجرامر اللي احنا اتكلمنا عنه دوت. هنحل عليه عشان نأكد الفكرة، وبعدين نحل شوية أسئلة على الفوكاب بتاع يونت 4 عشان نبقى ظبطنا اليونت ونخش على اليونت اللي بعده. فصلي على رسول الله وسمي الله كده وخليك معايا. بيقول لك although she is very clever she got low marks. على الرغم من ان هي ذكيه جدا هي جابت درجات قليله. طالب مني هنا ايه؟ والله مستر طالب كلمه while. خلاص هو كده كده while اصلا بتساوي although. يا مستر بتساوي although. فبكل بساطه انت هتعمل ايه؟ هشيل although وابدا الجمله بكلمه while she is clever. على الرغم من ان هي ذكيه والله she got low marks، حصلت على درجات قليله. السؤال اللي بعده بيقول he is too young to walk alone. هو صغير جدا لدرجه الا يمشي منفردا. ماشي. طلب مني هنا ايه؟ طلب مني يا مستر كلمه can't. فبالتالي انا عايز اقول ان هو ما يقدرش يمشي لوحده. خلاص هو يعني he ما يقدرش اللي هي كلمة كانت بيجي بعديها الفعل في المصدر اللي هي كلمة walk، ومع الوك نروح قايلين كلمة ايه؟ alone. هو لا يستطيع أن يمشي منفردا. اللي بعده it's necessary to wear the uniform. من الضروري
ارتداء اليونيفورم. هنا مش جايب لي مفعول على فكرة. بص بقى لما يقول لك اتس necessary وبعديها تو المصدر على طول، مش عارف الكلام موجه لمين، بيبقى عندك اوبشن ان انت تبدا الفاعل يكون يو او يكون وي. يعني ممكن نقول من الضروري، انا بتكلم مع ناس او مجموعه من الناس، اقول يا جماعه من الضروري ان احنا نلبس الايه؟ اليونيفورم. او ممكن اقول انت المفروض تلبس اليونيفورم، تمشي كده وتمشي كده. طب انا اعمل ايه يا مستر؟ احنا غالبا بنشتغل بايه؟ بيو، فاروح قايل لك هنا يو. انت ينبغي ان او must يجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر اللي هي wear. wear ايه يا مستر؟ the uniform. you must wear the uniform. السؤال اللي بعد منه يا صديقي بيقول it's forbidden to throw rubbish in the streets. من الممنوع انك ترمي الزباله في الشارع. نفس الفكره هتلاقيني بادئ بايه؟ بيو يا مستر. يو ايه؟ قال لي mustn't. كده كده انت المفروض عارف ان forbidden معناه انك هتقول mustn't. you mustn't throw. انت ممنوع ان تلقي الايه يا مستر؟ الربش اللي هي القمامه in the street. اوكي؟ اللي بعده بيقول لك ايه؟ it's important، من الضروري to help poor people، يعني من المهم انك تساعد الفقراء. جاب لك هنا should. والله يا مستر انا عارف ان هي المفروض تبقى must. قال لك ممكن احيانا نستبدلها بالشد على حسب ما يطلب مني. مين اللي هيساعد الفقراء؟ او ممكن تبقى انت او احنا، بس الافضل هنا في المعنى ايه؟ ان احنا ينبغي علينا ان نساعد الفقراء. فهقول we ايه؟ we should يا مستر. should ايه؟ help، نساعد فقراء اللي هم poor people. ينبغي علينا ان نساعد الايه؟ الفقراء. اللي بعده يقول لك it's against the rules to cheat in exams. ضد القوانين انك تغش في الامتحان. طبعا. فهنا راح قايل لك ايه؟ you. انت ممنوع، اللي هي كلمه mustn't اللي طلبها مني بين الاقواس. صح. mustn't تيجي بعديها الفعل في المصدر اللي هي كلمه cheat. cheat ايه يا مستر؟ in exams. ممنوع تغش في الامتحانات وحرام. اللي بعده 7 it's not advisable to eat too much fast food. بيقول لك مش من الكويس او غير جدير بالنصح ان تاكل طعام سريع كتير. وطلب مني هنا اقول ايه؟ اقول shouldn't. خلاص يا مستر هبدا بالفعل اللي هي كلمه you، وبعد اللي راح قايل shouldn't. ماشي. بعد shouldn't اجيب الفعل فين؟ في المصدر بدون اي اضافات اللي هي كلمه eat. you shouldn't eat too much fast food. أنت لا ينبغي أن تأكل طعام سريع بشكل كبير. اللي بعده it's a good idea to visit your grandparents regularly. إنها فكرة رائعة إنك تزور جدك وجدتك بشكل منتظم رحمة الله عليهم جميعا. المهم هو قال لك هنا يور واضحة قوي، خلي بالك تزور جدك وجدتك أنت، فالفعل هنا هيبقى يو. مع اليو والله أنت ينبغي أنا اللي هي كلمة إيه يا مستر؟ كلمة should. مع الشود يجي الفعل في المصدر بدون أي إضافات اللي هي كلمة visit، ومع الفيزيت كمل باقي الجملة اللي هي your grandparents أجدادك، وفي الآخر تروح قايل لي كلمة regularly. غيره يلا بينا. بيقول لك you have permission to use the computer now. أنت لديك الإذن أن تستخدم الكمبيوتر دلوقتي. ماشي. يبقى هي أنت يمكنك استخدام الكمبيوتر. صح. أدي اليو. يمكنك كان، ومع الكان والله يجي بعدها الفعل في المصدر اللي هي use. you can use the computer. مش تستخدم الكمبيوتر. متى؟ now يا أستاذ. زي الفل. اللي بعده يقول لك إيه؟ it's forbidden to take photos inside the museum. ممنوع تاخد الصور جوه الإيه؟ جوه المتحف. خلاص يبقى you أنت. ممنوع يعني إيه؟ ممنوع يا مستر يعني مثلا أنت، ما هو جايبها لي الراجل المحترم. أوكي. يجي بعدها الفعل فين يا ولا؟ في المصدر اللي هي كلمة take ايه؟ take photos، التقط صور، وبعدين inside كمل باقي الجملة the museum no problem. اللي بعده it's necessary to wear your seat belt in the car. ضروري تلبس حزام الأمان في العربية. ماشي. خلاص ده جاب لي هنا يور، فيمين شمال لازم أبدأ بيو. يو يجي معاها must. بعد الماست الفعل فين؟ في المصدر اللي هي كلمة wear. أنت ينبغي أن ترتدي، وبعدين your seat belt، وكمل باقي الجملة عادي جدا. غيره it's a bad idea to talk while the teacher is explaining the lesson. فكرة سيئة جدا انك تتكلم والمدرس بيشرح الدرس. لازم تركز. جميل. تعال يقول لي فكرة سيئة ان انت تتكلم، يبقى هبدأ بيو.
you يا مستر طلب مني shouldn't فهقول you shouldn't. أنت لا ينبغي عليك أن. بعدين الفعل فين؟ في المصدر اللي هي كلمة لا ينبغي أن تتكلم. وبعدين while أثناء أو بينما. بينما إيه؟ أكمل بقى الجملة اللي هي كلمة the teacher وبعد the teacher أكمل عادي جدا بدون أي تغيير. اللي بعده بيقول لك it's a good idea to drink enough water every day. فكرة كويسة تشرب مية بشكل كويس كل يوم. هي تقريبا الأفكار بتتكرر. هقول يو يا مستر وبعدين الشد اللي هو طلبها إيه؟ مني. بعد الشد أجيب الفعل في المصدر اللي هي كلمة drink. you should drink ينبغي أن تشرب. أشرب إيه؟ enough. enough إيه يا مستر؟ enough water وأكمل باقي الجملة. السؤال الذي يليه it's the rule to come to school on time. قاعدة إنك تيجي المدرسة في وقتها أو في الوقت المحدد فبالتالي هبدأ بيو. وبعدين must. بعد المست فعل في المصدر اللي هي كلمة come وبعد الكم هقول to school واكمل باقي الجمله. اللي بعده 15 it's not a good idea to argue with your parents. فكره مش كويسه انك تجادل والديك. هعمل ايه؟ والله يا مستر بص هو طلب مني shouldn't. هو قال لك هنا your parents والديك فكده كده الفعل لازم يكون you. مع اليو هقول shouldn't يجي بعديها الفعل فين يا محترم؟ في المصدر اللي هي كلمه argue اصلا بمعنى يتجادل مع. argue with your parents. السؤال الذي يليه يلا بينا بيقول لك you have permission to play in the garden. معاك الإذن إنك تلعب في الجنينة. خلاص يبقى you أنت يمكنك أن كان زي ما طلب مني يجي بعدها الفعل في المصدر اللي هي play وأكمل الجملة. 17 it's necessary to do your homework before watching TV. ضروري تعمل واجبك قبل إيه؟ ما تتفرج على التلفزيون. واجبك أنت صح؟ الفعل إيه؟ you. مع اليو أقول must زي ما هو طلب مني. طب بعد المست اروح قايل الفعل في المصدر اللي هي كلمه do وبعدين هكمل بعد منها مفيش اي مشكله. غيره بص بقى هنا يقول لك you must do your best to achieve your goal. لازم تبذل اقصى ما لديك عشان تحقق هدفك. طلب مني ايه؟ must. لسه قايل لك ان must دي تيجي مع it is a must بعدين تقول ايه؟ والمصدر. تعال نطبق الكلام ده. ادي it is a must وبعدين to ايه يا مستر؟ to بيجي بعدها المصدر اللي هي كلمة ايه؟ do. to do your best to achieve your goals. حلو. تعالى لي هنا. if I were you I would study hard. فاكرها؟ حالة if التانية لا مش بتاعت السنة دي. انت خدتها السنه اللي فاتت. if I were you I would study hard ديت معناها لو انا كنت مكانك كنت ذاكرت بجد. حلها لي مره بشد. يلا هتقول ايه؟ انت ينبغي ان تذاكر بجد. ماشي. ادي يو وادي should. you should study hard. انت ينبغي ان تذاكر بجد. طيب الحل عايز اقول لك بقى حط لي ادفايس في الجمله دي. بدل ما اقول لو انا مكانك كنت ذاكرت بجد او انت ينبغي ان تذاكر بجد اقول انا انصحك أن تذاكر بجد. أنا يعني I أنصحك advice. أنصحك أنت I advise you ويجي بعدها to الفعل في المصدر to study. I advise you to study إيه؟ hard. أنصحك أن تذاكر بجد. السؤال اللي بعده you mustn't smoke here. ما ينفعش تشرب سجاير هنا. طلب مني كلمة allowed يعني مسموح. اوعى تقول لي مسموح تشرب. لا انت هنا عايز تقول من غير المسموح انك تشرب. ايوه انا فاكرها يا مستر اللي انت قلتها اللي هي it isn't allowed من غير المسموح. فاكرها دي اللي هي not allowed يجي بعديها تو المصدر. قال لك من غير المسموح to smoke here ان تدخن هنا. حلو. تخش على الكوريكت على طول. السؤال الاول بيقول لك not he was very tired. كان تعبان جدا. he finished his project. خلص مشروعه. كلام فيه تناقض يا مستر. فبالتالي انا هنا هكتب although اللي هي بمعنى على الرغم من. حلو. السؤال الثاني بيقول you not wear a helmet when you ride a bike for safety. انت not تلبس خوذه لما تركب عجل عشان تحمي نفسك. يا مستر ده باين جدا ان هي مش هتنفع مصر. انت هتبقى مصر. حلو. 3 I think you not take a break وفي الاخر قال لك it's my advice to you. دي نصيحتي. اوعى تقول مصر انت بقى ما تبقاش غبي. هقول هنا ايه؟ should ايها البلاص. ليه ما قلتش shouldn't؟ انا اعتقد انك ينبغي ان تاخذ راحه. المعنى ماشي. 4 you not
change your setting if you want. انت تنقط تغير اعداداتك لو حابب. ما ينفعش كان يجي بعديها to دي فهتبقى كان بس. اللي بعد students not be late for school it's a rule. دي قاعده، وطالما قاعده يبقى يا اما must يا اما mustn't. هنا بقول لك يكونوا متاخرين على المدرسه، فالصح عندي ان انا اقول كلمه mustn't. السؤال اللي بعده بيقول users do not read the privacy policy it's necessary. طالما قلت necessary يبقى must او mustn't. اوكي هنا بيقول لك must to، ما ينفعش to فاقول must بس. السؤال اللي بعد منه بيقول تعال يقول لك on the other hand social media is useful. وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة. it sometimes has lots of disadvantages. لما الطالب بيشوف on the other hand بين أقواس يقول لي خلاص أقولها on one hand. لا، on one hand لازم يجي معاها on the other hand الاتنين مع بعض. طب هنا ولا جاب لي دي ولا دي، بس الجملتين هنا في بينهم تناقض. خلاص يا مستر انت قلت although انا حابب هنا اقول wide. والله ما زعلك يا سيدي. ماشي. اللي بعده you shouldn't not noise. shouldn't يجي بعديها الفعل في المصدر، فهنا هقول ايه؟ هقول كلمة make. اللي بعده 9 students not come to school on time. الطلبة not يجوا المدرسة في الوقت المحدد. اوتوماتيكلي حضرتك هتقول لي must. غيره on one hand من ناحية online games are fun. on not hand جايب لي hand من يا مستر ده هنا عندي on one hand، الجنب التاني اقول on the other hand. اللي بعده قال لك والله رقم 11 you not borrow my book but please return it next week. انت not تستلف الكتاب بس من فضلك رجعه لي الاسبوع الجاي. يبقى انت ممكن تقدر بدي لك الاذن هقول كان. السؤال الاخير you not eat while using your computer. انت not تاكل وانت بتستخدم الكمبيوتر. طبعا هنا هتبقى ايه؟ هتبقى shouldn't. خلصنا يا سيدي جرامر يونت 4. نخش على الفوكاب بتاعت يونت 4. ما تروحش في حته، خليك معايا يا صديقي. رجعت لك من تاني يا حبيب قلبي. والسؤال الاول بيقول not means helpful for doing or achieving something. حاجه مفيده لتحقيق شيء ما. طبعا هتبقى useful. السؤال اللي بعده بيقول the process of moving down a page on a screen. كده عمليه انك تعمل كده هو تحريك الشاشه الى الاسفل اللي هي scrolling. اللي بعده a person with a lot of knowledge about a subject is called. شخص لديه الكثير من المعرفه تجاه شيء ما بنقول عليه شخص expert يعني خبير. اللي بعده not means not easily distracted. not easily distracted يعني ما بيتشتتش بسهوله، فبالتالي الراجل ده راجل مركز اللي هي كلمه focused. اللي بعده 5 not means feeling very surprised and upset. شخص متفاجئ جدا ومنزعج، فهتبقى shocked مصدوم. 6 not means outside في الخارج او in the open air في الهواء الطلق. اوتوماتيكلي هتبقى outdoors. بالمناسبه في فرق بين outdoors و outdoor. outdoors ظرف ما يجيش بعد منه موصوف، انما كلمه outdoor صفه لازم يجي بعد منها موصوف. اوكي غير to not is to become better than before. انك not معناه انك تصبح افضل مما كنت عليه من قبل، فحضرتك بتعمل improve او تطور او تحسن. 8 not time is the total time a person spends looking at phones, computers or TVs. يقول لك الوقت النقط هو الوقت اللي حضرتك بتقضيه قدام الشاشات سواء هواتف كمبيوترز او تلفزيونات. طبعا screen time. 9 a person who knows a lot about something is a not. الشخص اللي بيعرف حاجات كتير تجاه شيء ما لسه حلنا اللي هي كلمه expert او خبير. 10 the school trip will include a visit to the science museum. the meaning او مرادف كلمه include يشمل contain. غيره the team decided to exclude him because he broke the rules. the opposite مضاد لكلمه exclude. والله يا مستر include exclude يعني يستبعد، include يعني يشمل. غيره 12 many people watch films for entertainment after a busy day. كلمة entertainment اللي هي معناها ترفيه أو متعة means إيه؟ مرادفها إيه؟ enjoyment يا مستر. أوكي اللي بعده you must balance your time between study and rest. ماشي. the synonym of balance synonym يعني مرادف كلمة balance إيه؟ balance يعني توازن، مرادفها يا مستر adjust. غيره هي هنا أصلا جاية كفعل بمعنى يوازن. خلاص غيره parents sometimes limit screen time for their children. the meaning of limit هنا جايه بمعنى فعل بمعنى يحد من او يقلل من، فبالتالي مرادفها هيكون كلمه restrict. اللي بعده he couldn't finish the exam because he was very distracted. مضاد كلمه distracted الانتونيم يعني المضاد. distracted يعني مشتت، مضادها focused مركز. 16 they live
in a modern house with new technology. The synonym of modern مرادف كلمة modern ايه؟ والله modern يعني حديث، مرادفها مستر advanced. ايش غيره؟ بيقول لك don't waste water when you brush your teeth. The opposite of waste عكس كلمة waste يعني يهدر، عكسها save زي الفل. Please turn off the TV before you leave the room. من فضلك اطفي التلفزيون قبل ما تمشي. كلمة turn off مرادفها ايه؟ والله يا مستر switch off هي. طب عكسها ايه؟ عكسها switch on. حلو 19 she felt very stressed before the exam. ماشي. كلمة stressed الopposite أو مضادها ايه؟ والله يا مستر stressed مضادها relaxed. غيره the teacher asked for a specific answer not a general one. عفوا. The opposite of specific كلمة specific الأوبوزيت أو عكسها إيه؟ والله يا مستر عكسها general. لو حد فاهم كده هو أصلا بص مدرس طلب specific ما طلبش general، ما دي عكس دي خلاص. غيره the table has a smooth surface that feels nice to touch. مضاد كلمة smooth اللي هو ناعم الملمس. عكسها يا مستر عكسها رف اللي هو خشن أو صلب. 22 the word useful is a synonym for not. كلمة useful مرادفها يا مستر قال لك يا سيدي مرادفها helpful. حلو 23 the synonym of reduce مرادف كلمة reduce اللي هي يقلل حاجة اسمها decrease. 24 the suffix ing forms the noun from the verb annoy. قال لك بص ing suffix اللي هو بيجي في نهاية الكلمة. الاي ان جي لما ازودها لكلمه annoy هتحولها لايه؟ annoy تبقى annoying ودي معناها مزعج اسف تبقى adjective. 25 the suffix al in the word physical means not. ال al دي كلمه physical بتخليها ايه؟ قال لي يا مستر بتخليها adjective. اللي بعده the suffix full turns the word meaning full ازودها لكلمه meaning تحولها لايه؟ تحولها لادجكتيف. سؤال رقم 27 the prefix mis دي prefix يعني بيجي في بدايه الكلمه زي كلمه misunderstanding. هي معناها ايه هنا؟ معناها wrongly لان misunderstanding معناها يسيء فهم. اوكي غيره يقول لك the suffix y turns the word health into not. health لما احط لها السفكس y ده تبقى ايه؟ تبقى healthy. وhealthy يا مستر دي adjective اوعى تقول adverb بنضيف له ال y مش y. 29 the suffix ed turns the noun shock into not. ال ed ديت لما احطها لكلمه shock تحولها لايه؟ تحولها لادجكتيف يا مستر. اللي بعد 30 the suffix ment ال ment والله لما اضيفها لكلمه entertain تحولها لايه؟ والله يا سيدي تحولها لايه؟ لناون. حلينا شويه كده على الفوكاب، عملت لك ريفرشنج للمعلومات اللي عندك. عايزك تنتقل معايا ليونت 5 باذن الله. صلي على رسول الله واستعين بالله. خد نفس عميق ويلا بينا. رجعت لك من تاني يا صديقي. هنتكلم سريعا على جرامر يونت 5. يونت 5 الجرامر بتاعه سهل وبسيط وخفيف وما فيهوش تفاصيل كتير، فاديني من وقتك حبه قد كده ويلا بينا صلى على رسول الله. قالك بص مبدئيا في بدايه يونت 5 كان بيتكلم عن حاجه اسمها السيكونسنج ادفيربس او كلمات كده بستخدمها لترتيب الاحداث. يعني قال لي مستر انا عندي كلمه اسمها اولا او في البدايه ديت يا مستر اسمها firstly او first. اوكي ماشي. قال لك خد بالك لو جم في اول الجمله بيجي بعدين كوما اوعى. ماشي. ايه يا مستر تاني؟ قال لي يا سيدي عندي كلمه اسمها next بعدها او كلمه then. next او then معناها وبعد ذلك. حلو. او احيانا بعد ذلك. طب عندي كلمه ثانيه مستر اسمها after that معناها برضو ايه؟ معناها بعد ذلك. كلام سليم ماشي. طيب يا مستر عايز اقول بقى في النهايه. قالك بص بقول ايه؟ بقول حاجه اسمها finally وكلمه تانية اسمها lastly. دي شغاله ودي شغال بيجي برضو بعدينكم. عندي حاجه تانية اسمها in conclusion يعني في الختام، وممكن اقول to conclude. حلو. كل الكلام دول بيجي في بدايه الجمله معايا. كل دول اصلا معناهم في النهايه ودولت معناهم في الختام. ايه القصه ديت يا مستر؟ هو الموضوع سهل وسلس. مبدئيا الجزئيه ديت هي عباره عن بعض الكلمات اللي بستخدمها لترتيب الاحداث وانا بتعامل معاها على حسب معناها في الجمله. على حسب المعنى
اللي في الجمله بشوف والله هل دي الخطوه الاولى ولا الثانيه. يعني مثلا لما اجي اقول لك space نقط boil the water then make the tea. طبعا بقول لك نقط اغلي الميه وبعدين اعمل شاي. يبقى هقول اول حاجه اولا first، صح. طب لو قلت لك مثلا first clean your room مثلا، اغسل اوضتك او نظف اوضتك. then مثلا make some tea not have your breakfast. اللي في الاخر ديت تبقى ايه؟ finally مثلا، وصلك. فهو الموضوع كله بيكون مرتبط بايه؟ بفهمك المعنى زي ما هنشوف في الامثله دلوقتي. لكن عايزك تخليك معايا في النقطه الجايه اللي هي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الامبيراتيف او صيغه الامر. بص يا سيدي، صيغه الامر بكل بساطه هي جمله بتبدا بحاجات ثابته. يعني الامر او الجمله الامريه. الجمله الامريه في زيها زي العربي جمله امريه فيها اثبات بامرك تفعل الشيء، وفي جمله تانية بنهاك عن فعل شيء. طب تعال، قال لك بص انا ممكن ابدا الجمله الامريه بالمصدر، وممكن ابداها بكلمه always او دائما وبعديها فعل فين؟ في المصدر. ده انا ممكن ابداها ببليز اللي هي من فضلك، ودي بستخدمها في الطلب على فكره، وبعديها الفعل فين؟ في المصدر. على فكره كل ده امر، كل ده ايه؟ وخلي بالك الجمله اللي بتبدا بالمصدر ممكن يجي في الاخر كلمه ايه؟ بليز. اوكي مش. طب ركز بقى في الجانب الثاني، ان انا لما اجي اقول لك مثلا ما تعملش كذا، قال لك هتلاقي الجمله بتبدا بدونت بعدين الفعل فين؟ في المصدر يا مستر. اوكي ماشي. ما انا ممكن ابدا الجمله بدل بدونت اقول كلمه never، صح، ويجي بعدها الفعل في المصدر برضه. او ممكن برضه اقول بليز ومعاها الفعل في المصدر، زي ما اجي اقول لك مثلا يعني حته ريرايت كده لطيفه، بقول لك you should clean your room. انت ينبغي ان تنظف غرفتك. وقلت لك بين الاقواس كده معلش السي كابيتال خلي بالك، وقلت لك يلا ابدا لي الجمله بكلمه ايه؟ clean. يا سيدي ممكن يقول لي ابدا لي الجمله بكلمه always. انت دماغك ممكن تروح في حاجات غريبه جدا لكن الموضوع سهل. ابدا الجمله بفعل في المصدر معناها ان انا اخلي الجمله دي جمله امريه، فبدل ما اقول لك انت ينبغي ان تنظف غرفتك اقول لك نظف غرفتك، او اقول دائما نظف غرفتك. يعني انا ممكن اقول هنا clean نظف your room نظف اوضتك، او ابداها بايه؟ always. ايه ده يا مستر؟ يعني هو بيربط لي دوت باللي فات؟ قال لك تيجي نشوف. تعال نشوف يا صديقي، ما تنساش تصلي عنه. رجعت لك من تاني ما رحتش بعيد. تعالى كده اما نشوف السؤال الاول بيقول ايه. You should be polite to them. ينبغي عليك ان تكون مهذبا معهم. طلب منك هنا تبدا بايه؟ ابدا ببي. كلمه بي ديت لما ابدا بيها الجمله معناها كن. معناها ايه؟ كن. خلاص ماشي، هقول كن مهذبا. يا مستر ده انا هقول بي polite to them. شفت الموضوع سهل ازاي؟ في الاخر انتوا تقعدوا تشتكوا من الريرايت وهو سهل والله. تعالى كده اما نشوف الجمله الثانيه يا سيدي. Don't share your password with anyone. لا تشارك الباسورد بتاعك مع احد. قال لي معلش انا عايزك تبدا لي بايه؟ بنيفر. سهله يا مستر، انا عارف ان دونت معناها ما تعملش الشيء، ونيفر برضو ما تعملش الشيء، فبكل بساطه اشيل كلمه دونت واروح قايل هنا ايه؟ never share your، واكمل باقي الجمله زي ما هي مفيش اي اختلاف. والله والله. تعالى كده never speak when the teacher is talking. ما تتكلمش لما المدرس يتكلم. هشيل برضه never واروح حاطط زي ما قال لي كلمه ايه؟ don't، واقول don't speak واكمل باقي الايه؟ اكمل باقي الجمله. تعالى لي يلا جمله ثانيه. بتقول ايه الجمله دي يا سيدي؟ بيقول لك you shouldn't touch the ancient objects. انت لا ينبغي عليك ان تلمس الاغراض القديمه. تعالى كده هقول لك ايه؟ هو طلب مني دون ماشي، هقول لك بدل ما انت لا ينبغي عليك اقول لا تفعل. لا، ما هي دونت يا ابني لا معناها لا، زي لا النهايه كده في اللغه العربيه. تعالى بص هقول دونت لا، يجي بعدها المصدر اللي هي كلمه touch، بعدين the ancient مش the ancient the ancient ماشي، وبعدين the ancient objects. تعال لما نشوف اللي بعد. بيقول لي ايه؟
don't laugh at your friends. لا تسخر من أصدقائك. بعد يقول لي يا مستر laugh يعني يضحك، ما هي laugh at يعني يسخر من شخص. طلب never، شيل don't وحط never. وبعدين كمل يا سيدي. اللي بعده don't use your phone، نفس الفكرة، شيل don't وحط never. واللي بعدها شيل don't وحط، هي تعالى لما نشوف دي نفس الفكرة برضه. يقول لي يا مستر you shouldn't cyber bully others. cyber bully يعني يتنمر إلكترونيا على أحد. ماشي، هنا عايز مني don't، هقول له don't. ماشي، يجي بعدها المصدر اللي هي كلمة cyber bully، لا تتنمر إلكترونيا على الآخرين. شكرا. غيره، تعالى يا سيدي. السؤال رقم 9 بيقول you should always work to a plan. لازم دايما تعمل على خطة، ما تشتغلش سبهللة. هتقول لي بص هو طلب منك تبدا بويز، والله يا راجل محترم. ايه دي؟ always. خلاص انا اشيل يو شود انت وهقول دائما always. always ايه؟ work، يجي بعدها الفعل في المصدر، بعدين plan، دائما اشتغل على خطه. غير don't come late، عايز never، اشيل don't واحط never. درس لذيذ جدا جدا جدا. وتعالى نشوف الكوريكت بتاعه عامل ازاي. بيقول لك not afraid to make mistakes، نقط تخاف او تخشى ان ترتكب اخطاء. وطلب مني not be، يعني not مع be ما ينفعش اقول isn't. والله يعني في ناس ممكن تقول لك isn't aren't، يا ابني لا، دي جمله بدون فاعل، يعني جمله امريه، فاوتوماتيكلي هبداها بدونت اللي هو اداه النهي، واروح جايب بعديها المصدر اللي هي don't be، معناها لا تكن. سؤال رقم 2 not carefully to the user's feedback، جمله بتبدا بفعل يعني جمله امريه فتبدا بالفعل في المصدر الا وهي كلمه listen. اللي بعده after you brainstorm، بعد ما تعمل brainstorm اللي هو العصف الذهني، نقط a simple prototype. المفروض ان دي كومه صح؟ يعني دي جمله ودي جمله الجمله ديت بدات بايه؟ بفعل، يبقى المفروض يبقى في المصدر، فهقول ايه؟ build، لان دي جمله امريه. اللي بعده please من فضلك نقط ideas during the meeting، من فضلك نقط الافكار اثناء الاجتماع. تعالى كده، طلب not وفعل في المصدر هي كلمه judge اللي بمعناها يحكم. بليز دي كوما بيجي بعدها جمله امريه يا استاذ يبدا بالمصدر. طلب مني دونت، يبقى عايز ايه؟ هقول دونت الاول. دونت جادج، دونت ايه؟ جادج. السؤال رقم 5 بيقول the last step is to turn off the lights نقط، وجايب لي في الاخر finally. حلو قوي السؤال ده والله. بيقول لك ايه؟ اخر خطوه هو ان تطفئ الانوار نقط. نقط ايه؟ هو انا ما ينفعش اقول finally هنا، صح. طب ما هقول ايه؟ قال لك هنا بقى عايز اجيب كلمه في الاخر معناها في النهايه، اللي هي اسمها ايه؟ اسمها in the end. فين يا صاحبي؟ في النهايه، واخد بالك انت؟ طيب اللي بعده finally not feedback from people to improve your design. في النهايه نقط تقييم from people من الناس علشان تحسن التصميم بتاعك. finally جمله امريه، هروح قايل get. ماشي. 7 please not carefully to the instructions، من فضلك استمع، جملة أمرية يعني المصدر أو listen. غيره after that، بعد ذلك create a simple model، create اللي هو اصنع نموذج بسيط. غيره 9 not afraid، تقريبا ده السؤال ده هو السؤال الأول، فتبقى don't. دي اللي بعده first في البداية not your users to understand their needs. first في البداية يجي بعد منها، واخد بالك هنا مفيش فاعل، يعني جملة أمرية، أيوة، فهتبقى talk. السؤال اللي بعده not our group presented the final solution. not مجموعتنا قدمت الحل النهائي. الحل النهائي يبقى ينفع أقول أولا؟ لا طبعا، ده هنا هقول إيه؟ هقول كلمة finally اللي هي في النهاية. تعالى لي هنا not we need to understand the challenge before any step. not احنا محتاجين نفهم التحدي قبل اي خطوه. قبل اي خطوه يعني الكلام ده في البدايه، فراح قايل لك هنا ايه؟ firstly. وتعالى لي يا سيدي بقى، احنا كده خلصنا جرامر يونت 5. تعالى نحل على الفوكاب بسرعه برضو عشان اعمل لك ريفريش لنفس الحكايه برضو، علشان تبقى لميت معايا الدنيا. وما تنساش تصلي على النبي. رجعت لك من تاني يا صديقي، ويلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم على الفوكاب. السؤال الاول بيقول Not is the stage where people generate many ideas through brainstorming. Not هي المرحلة اللي الناس بتعمل generate لأفكار كتير جدا أثناء العصف الذهني. قال لك دي اسمها ideation. اللي بعده 2 اللي هي ابتكار الأفكار. 2 to not means to think or invent
a new idea or plan. انك تفكر او تخترع خطة جديدة او فكرة جديدة اللي هي come up with. اللي بعده رقم 3 بيقول لك ايه؟ something that not is easy to understand and logically correct. شيء والله سهل الفهم ومنطقي، فبالتالي هيقول لك make sense، يعني يمكن تصديقه. 4 something not is as good as possible or ideal. حاجة جيدة بقدر الإمكان أو مثالية. مثالية يبقى perfect، مثالي. اللي بعده a not is a series of steps taken to achieve something. not هي سلسلة من الخطوات أخذت لتحقيق شيء ما، اللي هي والله يا مستر process هي أصلا معناها عملية بتتطلب خطوات عديدة. السؤال اللي بعده بيقول not is a way to solve problems by following creative steps. هي عبارة عن طريقة لحل المشكلات عن طريق اتباع خطوات creative إبداعية، اللي هي design thinking. أصلا ده الوحدة كلها كانت بتتكلم عن الديزاين إيه؟ thinking. 7 to show strong imagination and new idea is to have not. إنك تظهر خيال واسع وأفكار جديدة، يبقى عندك creativity إبداع. اللي بعده a not is a way of looking at something or giving an opinion. not هي طريقة للنظر إلى الأشياء أو إعطاء رأي فيها، يبقى point of view اللي أنتوا تقريبا عارفينها كده POV. عفوا. سؤال رقم 9 a not is a simple early model used to test a design. simple early model نموذج مبكر بسيط بنعمل بيه تيست، يبقى prototype. اللي بعده a not is a list of planned activities for a day or week. والله list عبارة عن لستة أو قائمة من الأنشطة المخطط لها لليوم أو للأسبوع whatever. اسمها إيه؟ اسمها schedule. اسمها إيه؟ schedule. وبالمناسبة ده الأمريكان بتاعها. البريتش بس اسمها schedule. جميل؟ خلينا في schedule حلو. اللي بعد 11 a not is a way to solve a problem. طريقة لحل مشكلة. يا راجل solution، حل يا مستر. السؤال اللي بعده بيقول رقم 12 something not is very unusual or surprising. حاجة غير عادية تماما ومفاجئة. طبعا هتبقى ايه؟ crazy. crazy يا مستر يعني مجنون. لا، ممكن استخدم الصفة ديت على اشياء تكون مدهشة كده. that's crazy man. واخد بالك انت؟ ماشي. غير 13 something not is useful. حاجة useful effective suitable for real life. حاجة ايه؟ مفيدة فعالة ملائمة للحياة practical يعني عملية. 14 a not is a short period used to quickly solve a complex problem. لك بص هي short period فترة قصيرة بتستخدم to quickly solve عشان نحل مشكلة معقدة بسرعة. ايه الكلام ده؟ قال لك دي sprint. اللي بعده بيقول لك ايه؟ someone who looks attractive in a modern way. شخص بيبدو attractive جذاب بطريقة حديثة، يبقى شخص ستايلش او زي ما تقول انتوا كده على الموضة. 16 the suffix OUS makes a not from the word nerve. هي nerve اصلا في كلمة بمعنى عصب. حلو. nerve system الجهاز العصبي مثلا. انا بقى احط لها OUS تبقى ايه؟ تبقى nervous اللي هي عصبي، فدي adjective. اللي بعد not is the synonym of worried. كلمة worried معناها ايه؟ معناها قلق. السينونيم او المرادف بتاعها ايه؟ والله يا مستر nervous. في كلمتين اسمها anxious. بالمناسبة 18 the synonym of perfect. كلمة perfect مرادفها ايه؟ والله يا مستر ideal يعني مثالي. غيره بيقول لك 19 the verb act. كلمة act can be an adjective. لازم اقرأ الأسئلة دي كويس قوي. هو عايز يخليها ايه؟ adjective صفة. هزود لها ايه؟ actity اكتل اكتنس. هي اسمها active. جميل. لو انت ناسي اعمل اللي انا بقول لك عليه ده. هو عايز adjective. اشوف بقى ايه السفكس اللي يخليها adjective. السؤال اللي بعده enjoyment and boredom. enjoyment المتعة، boredom الملل. كلمتين دول ايه؟ والله يا مستر المفروض antonyms وopposites برضه، فتبقى A and B. 21 the suffix ly in closely makes a. والله يا مستر closely يعني بالقرب يبقى adverb. سؤال 22 بيقول the synonym of real. مرادف كلمة real حقيقي ومرادفها الطلبة بتشوف كلمة real دي يجروا على fake وفولس، وهي أصلا factual. أنا عايز مرادف مش مضاد. لو مضاد أنت صح، فولس صح، fake صح. لو عايز المضاد ما هو عايز السينونيم هنا، عايز المرادف. اوكي. 23 the opposite of body is not. body يعني ايه؟ body دي سلانج اصلا معناها زميل او صاحب او
اللغه بتاعتكم بتاعت اليومين دول، فديت هي كلمه companion ده مرادف، وفريند ده مرادف، وميت ده مرادفه. بس هو هنا طلب الايه؟ طلب الابوزيت، يعني هو عايز مضاد. مضاد كلمه باري اللي هي كلمه opponent. يعني ايه بقى opponent؟ قال لك opponent يعني خصم، او مش خصم او منافس. اوكي. كلمه ميت بريطانيه اكتر، تستخدم في بريطانيا اكتر. companion رسميه اكتر، وفريند هي اكتر واحده دارجه فيهم. لكن في امريكا هم بيستخدموا ديت كتير جدا يعني. 24 the word practical. كلمه practical هي معناها عملي. means ايه؟ مرادفها ايه؟ يا ترى unrealistic ولا imaginative ولا realistic ولا complicated؟ بص، practical اصلا معناها عملي. عملي يعني حاجه واقعيه، حاجه ملهاش علاقه بالكلام الفارغ، يعني حاجه realistic. اوكي. هي كلمه unrealistic يعني غير واقعي، imaginative خيالي، complicated يعني معقد غيره. 25 the synonym of simple. مرادف كلمه simple يعني بسيط. مرادفها ايه؟ والله يا مستر بصيت على كل دول انت ناسي. خليني احط نفسي مكانك. advanced يعني متطور، difficult يعني صعب، complex والله يا مستر يعني معقد، فالحل يبقى plain. 26 the opposite of stylish. كلمة stylish عن موضة، يعني مضادها ايه؟ والله fashionable مرادفها trendy برضه. smart هي smart هنا بمعنى مهندم مش ذكي، فالحل عندي هيبقى old fashioned يعني قديم، او زي ما تقولوا كده راحت عليه يعني. 27 يقول لك ايه؟ the word interest is closest in meaning to not. كلمة interest قريبة في المعنى من كلمة ايه؟ والله يا مستر انا عارف ان هي مرادفة كلمة concern. اللي بعده the opposite of fun. عكس fun يعني متعة، عكسها joy. لا ده مرادفها enjoyment، مرادفها برضو excitement يعني الايه؟ الحماس برضو. لا هي boredom يعني الملل. اللي بعده to summarize means to not. كلمة to summarize معناها ايه؟ مرادفها ايه يا سيدي؟ lengthen دي معناها يطول، دي اصلا معناها ايه؟ اختصارا. expand يعني يمد، هتبقى sum up. هي اصلا اسمها to summarize to sum up to conclude، كلهم معناهم باختصار. the antonym of perfect. عكس كلمة perfect قال لك imperfect. اللي بعده the suffix ive in the verb turn is the verb act. لسه حلينها فوق تقريبا تبقى active. the prefix proto gives it the meaning prototype نموذج اولي. فالبريفكس ده معناه ايه او يدي معنى ايه؟ بروتوتايب يعني نموذج ايه؟ اولي، فتبقى first. اللي بعده the suffix ly in closely. لسه حالين السؤال دوت، هتبقى add. verb لخصت لك شويه كده صديقي وفكرتك باهم الفوكاب بتاعت يونت 5. تعال نخش على الوحده الاخيره يونت 6 دايركت وان دايركت. خليك معايا. رجعت لك من تاني يا صديقي باخر يونت، هو يونت 6 بيتكلم عن حاجه اسمها الدايركت والاندايركت سبيتش، الكلام المباشر والكلام الغير مباشر. بص يا سيدي، مبدئيا لازم اعرف هو ايه الكلام المباشر اساسا عشان اقدر اتعامل. بص يعني ايه كلام مباشر؟ والله الكلام المباشر هي جمله بتبدا بالمتحدث. فرضا هكتب لك جملتين واحنا نقول الكلام المباشر عامل ازاي. جيت قلت لك علي مثلا said، علي قال I like tennis. أنا أحب الإيه؟ التنس. وجيت قلت لك بقى هنا علي said to هنا، علي قال لهنا I am studying. أنا أذاكر الإنجليش نعم، بذاكر إنجليزي دلوقتي. صلي بينا على النبي كده وبقى تعالى نفصص الموضوع واحدة واحدة. مبدئيا يا سيدي الكلام المباشر هو كلام بيبقى عادة علامته المميزة إن الكلام بيبقى بين كوتيشنز أو بين علامات تنصيص كده. حلو. الكلام المباشر بيبقى دايما فيه متحدث، شخص بيتكلم، وده دائما وابدا. وخلي بالك لو المتحدث مفيش بعد منه مخاطب زي الجمله دي علي سيد، علي قال، هل الكلام اتوجه لحد؟ لا. بتلاقي فعل القول اللي بعد منه كلمه ايه؟ كلمه سيد. ماشي. طب افرض ده
علي اللي هو المتحدث جه بعد منه مخاطب اللي هو هنا. قال لك لو جاب لي متحدث بعد منه مخاطب، قال لك يجي بعد منهم او بينهم كلمه اسمها سد. قال لي مش، وبعد كده بيروح جايب لي علامات التنصيص وكاتب لي جمله في النص اللي هي الجمله اللي ايه؟ اللي اتقال. حضرتك مطلوب منك ان تنتقل من الكلام المباشر للكلام الغير مباشر. ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي. الكلام الغير مباشر يا صديقي هي جمله، ده الاندايركت او الغير مباشر. يا حبيب قلبي هي عباره عن جمله بتبدا بالمتحدث، الشخص اللي بيتكلم. ماشي. جيت قلت لي يا مستر طب لو ما فيش مخاطب، قال لك عادي، لو ما فيش مخاطب هروح قايل هنا ايه؟ هروح قايل سد زي ما هي. طب يا مستر لو في مخاطب، قال لك هنروح قايلين هنا كلمه told وبعد منها الحاج مخاطب اللي هو الشخص اللي بيتوجه له الكلام. وبعدين قال لي والله يا استاذي بحذف علامات التنصيص دي واربط بكلمه ايه؟ كلمه ذات، او احط كلمه ذات، وخد بالك يمكن الاستغناء عنها. يعني انا بعمل ايه دلوقتي؟ قال لك يا مستر سد ديت بتيجي في المباشر عادي والغير مباشر مفيش مشكله. طب ديت، قال لك ديت في الكلام المباشر، عشان احولها لغير مباشر بقول المتحدث عادي، وبعد المتحدث راح قايل كلمه told، وبعد told راح قايل الحاج مخاطب. مش، وبعدين بنشيل علامات التنصيص دي نحولها لايه؟ لذات. والجمله اللي جوه دي بقى بيحصل فيها شويه تغيرات. ايه هي التغيرات دي؟ تعالى نكتب الحاجات ديت. ده نجيب دي على جنب كده، وتعالى يا سيدي ركز معايا وحد الله. احنا قلنا تعالى نكتب الخطوات هنا. اول حاجه سد بتفضل زي ما هي said. طب يا مستر said to ديت بتبقى في الغير مباشر كلمة told. طب يا مستر علامات التنصيص اشيلها واحط مكانها ذات، وقال لك خد بالك ده انت ذات دي ممكن تستغنى عنها. وبعدين ركز معايا بقى في اللي جاي ده. قال لك ايه؟ قال لك رقم واحد يا محترم، بعد الكلام ده بنحول الضمائر. يعني ايه يا مستر؟ يعني في الجمله ديت بيقول لك I am studying English now. الاي ده ضمير صح؟ بيعود على مين؟ بيعود على واحد من الاثنين دول، يا اما علي يا اما هنا. اشوف هو بيعود على مين واحوله. ازاي؟ يعني اي بتعود على علي صح؟ لان علي بيقول لهنا انا بذاكر. مين اللي بيذاكر؟ علي. فالاي في الغير مباشر تتحول تبقى هي. طب لو بتعود على هنا تبقى شي. وصلك؟ وصلاني. طب بعد ما نحول الضمائر يا مستر، قال لك نحول الزمن للماضي. يعني ايه نحول الزمن للماضي؟ يعني بص ركز كده، تعال نخلي التحويلات هنا. قال لي يا مستر، قال لي بص لو الجمله عندي مضارع بسيط اخليها ايه؟ اخليها ماضي بسيط. يعني ايه؟ يعني لو جاب لي في جمله مباشر كلمه جو انا اخليها ايه؟ went. ماشي. لو جاب لك طيب في الجمله مثلا am او is او are، قال لي يا مستر دور في الغير مباشر يبقوا يا اما was يا اما were. طب افرض يا مستر جاب لي will، قال لك في الغير مباشر نخليها would. طب جاب لي can اخليها could. جاب لي must، قال لك غالبا بنخليها had to. طب قال لي يا مستر ماشي في حاجات تانية، قال لك اصبر. جاب لك يا سيدي have او has، قال لك دي نخليهم had. اوكي. طب يا مستر جه قال لي مثلا، يعني مثلا خد بالك من ديت مي تتحول تبقى might. طب افرض يا مستر جاب لي جمله في زمن الماضي البسيط اصلا، هعمل معاها ايه ديت؟ قال لك ولا حاجه، هتخليها ماضي تام. اخليها ماضي تام. دي التحويلات بتاعتك يا صاحبي.
او اهم التحويلات اللي عندك بالنسبه للايه؟ للازمنه. بالنسبه للايه؟ للازمنه. اوكي تعال، احنا كده عرفنا ازاي نحول الزمن للماضي. قال لك ايه تاني؟ قال لك بنحول الظروف واسماء الاشاره. ازاي الكلام ده؟ هقول لك اشهرهم دلوقتي. صلي على النبي. لما اجي اقول لك يا حبيب قلبي، لو لقيت في الجمله المباشر كلمه this، غير مباشر تبقى that. لقيت كلمه these في الغير مباشر تبقى those. يا مستر لقيت كلمه here احولها تبقى there. طب افرض يا مستر مثلا لقيت كلمه now، قال لك دي تتحول تبقى then. طب يا مستر لقيت كلمة زي كلمة today، ما ده ظرف، تتحول تبقى that day. لقيت كلمة زي كلمة مثلا yesterday في الكلام المباشر، تتحول في الغير مباشر تبقى حاجة اسمها the previous day، أو ممكن تبقى حاجة تانية اسمها the day before. واحد قال لي يا مستر أنا لقيت كلمة tomorrow في جملة، تتحول تبقى ايه؟ قال لك تتحول تبقى the following day او the day after. وصلت؟ كل التحويلات دي طب اقول لك على حاجه، انت عارف كلمه ago بتاعتنا بتاعت الماضي البسيط تتحول تبقى before، تيجي في نهايه الجمله على فكره. كلمه زي كلمه next اللي هي next week next month next year، next دي بيجي بعديها ايه؟ وقت. قال لك دي تتحول تبقى the following، وبعد the following نقول الوقت اللي جه بعد next. فالتحويلات دي حضرتك لازم تكون حافظها من مباشر لغير مباشر. تعالى كده بقى، انا عايز احول الجملتين اللي انا كنت كاتبهم دول. معلش تعال، الجمله الاولانيه اللي هي علي said I like tennis. علي بيقول انا بحب التنس. تعالى لي، عايز احولها. هنبدا بالمتحدث عادي اللي هو علي. عندي هنا ايه؟ said. في مخاطب لا، هتفضل زي ما هي said. نشيل الاقواس ونحط مكانها كلمه that. طب وبعد that شوف بقى الاي دي بتعود على مين؟ على استاذ علي، تتحول تبقى he، يبقى that he. الفعل ده مضارع، نرجع بيه خطوه لورا خليه ماضي، يبقى he liked. liked يا مستر like tennis. ألف ألف مبروك يا سيدي. طب تعالى للجملة التانية اللي هي علي said to هنا I am studying English now. عايز أحولها الجملة دي، هعمل إيه؟ تعال، هبدأ بالمتحدث اللي هو الأستاذ علي. طب وبعد علي عندي هنا إيه؟ said to تتحول تبقى told. بعد كده وللأستاذة هنا اللي هي المخاطب، نشيل الأقواس ونحط مكانها that. طب وبعد الذات الأي تعود على مين؟ تعود على الأستاذ علي، تتحول تبقى he. طب وبعد الهي الام يبقى was او where، والهي هيجي معاها was. وبعدين studying ايه يا حبيب قلبي؟ استنى جاي لك، استنى اطلعي فوق سن ايوه كده. studying ايه؟ بيذاكر انجلش، ماليش علاقه بالانجلش يا مستر، مش هتتحول ولا حاجه. طب وبعد انجلش كلمه ناو لسه قايلك تتحول تبقى then. حلو ده يا سيدي اختصار المباشر والغير مباشر. بس في معلومه صغيره ما ينفعش ما اقولهاش، اللي هي ايه؟ في حالات ما ينفعش احول فيها زمن الجمله. في حالات ما ينفعش احول فيها الزمن بيفضل زي ما هم. ايه هي الحالات دي؟ اعمل لايك وسبسكرايب وشير للقناه الاول، وبعدين تعالى اقول لك على الحالات دي. صلي على النبي يا سيدي. احد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. جيت قلت لك ايه؟ قال يا مستر رقم واحد، لو الجملة تعبر عن حقيقة علمية. لو الجملة تعبر عن حقيقة علمية ازاي؟ يعني لو جيت قلت لك جملة بتقول مثلا، جملة غير مباشرة اهي، the teacher المدرس ماله told us قال لنا that the sun not من الأقواس be a star. المدرس قال لنا ان الشمس عباره عن نجم. ماشي، تيجي تقول لي يا مستر ماشي، ما احنا عارفين، ركز بقى معايا. رقم واحد انا عندي هنا told اللي هو ده فعل قول اللي بيجي في المباشر والغير ده غير مباشر كمان، وعندي ذات الجمله غير مباشر. فتقول لي خلاص يبقى الزمن يبقى ماضي، اقول was او were. قال لك لا،
الشمس نجم صح، ودي حقيقة علمية، يبقى الجملة دي هتبقى في المضارع، الحل هيبقى اس. ادي أول حاجة. تاني حاجة قال لي يا مستر لو لقينا كلمة just now أو كلمة just أو كلمة a moment ago مع فعل القول ما بحولش الزمن. زي بص كده، ما اجي اقول لك مثلا ان احمد told us a moment ago that والله احمد قال لنا من لحظه that he نقط بين الاقواس be studying ان هو بيذاكر. هتيجي تقول لي يا مستر بص الجمله يمين شمال غير مباشر، اقول لك مظبوط، بس انا هنا لقيت كلمه ايه؟ a moment ago. هل هحول الزمن؟ قال لك لا، دي هتفضل إيه ازاي؟ ما هي. كذلك الامر مع حاجه تانية اسمها ايه؟ قال لي يا مستر لو فعل القول مضارع يعني ايه؟ جديده دي؟ قال لا ولا جديده ولا حاجه، بص كده، يعني بدل ما تلاقي said اسف هتلاقي say او says او tell او tells. ده نفس افعال القول اللي احنا قلناها من شويه، بس ديت ايه؟ مضارع. في الحاله ديت ما بنحاولش زمن الايه؟ ما بنحاولش زمن الجمله. تعالى يا سيدي نشوف الامثله ونحل مع بعضنا عشان الموضوع يبقى ابسط اكتر. خليك معايا. رجعت لك من تاني، سمي الله، صلي على رسول الله، يلا بينا نحل الرايت على الدايركت والاندايركت. يلا بينا. السؤال الاول بيقول لك my family is moving to a new house next month. رنا said. وطلب مني بين الاقواس هنا كلمه the following month اللي هو الشهر القادم، هي بس دي متحوله للغير مباشر. فتعالى نبدا نحول الجمله. اول حاجه احنا قلنا بنبدا بالمتحدث اللي هي كلمه رنا، ماشي. بعدين ما عنديش مخاطب فبالتالي هقول said. شيل يا سيدي الاقواس اللذيذه وحط مكانها كلمه that. تعالى بقى my family، ركز، my family يعني ايه؟ عيلتي. مين اللي بتتكلم؟ رنا. فلما تتحول تبقى عيلتي ولا عيلتها هي؟ عائلتها، فتبقى that her family أن عائلتها. مالها عائلتها يا مستر؟ is moving، أدي is، نرجع بيها خطوة لورا في الماضي تبقى was إيه؟ was moving. حلوة أوي. وبعدين was moving فين؟ to a new house. وتعالى لي في الآخر يا سيدي قول the following month. احنا نصغر الخط شوية. تعالى لي كده، ايوه زي الفل. صلي على النبي يا سيدي. اللي بعد I may travel to Minya next week. هيلا said. مش طلب مني might دي اللي هي هو عايز كلمة may دي في الماضي، يعني حول الجملة لغير مباشر. تعالى مين اللي بيتكلم؟ بنت هيلا ديت. في مخاطب؟ لا، يبقى هقول said زي ما هي. وبعدين شيل الأقواس وحط كلمة that. الاي دي بتعود على مين؟ على هيلا، تتحول تبقى she ايه؟ ترجع بيها للماضي تبقى she might ايه يا مستر؟ travel، مفيش مشكلة to Minya. وبعدين قال لك خد بالك next week تتحول تبقى the following week يا سيدي. مش نسيت اكتب كلمة week. اوكي اللي بعده I met your friend a fortnight ago. انا قابلت صاحبك من ليلتين. تعالى عايز هنا 2 days before. بايه؟ بيفور. مش بيفور دي تحويلة كلمة اجو. يعني انا كده احول الجملة الغير مباشر. ايوه تعال، مين اللي قال؟ شي. قالت لحد ولا قالت بس؟ قالت بس تبقى سد. شيل اقواس وحط ذات، وبعد الذات الاي دي بتعود على مين؟ عليها هي، يبقى ذات شي. اوكي تعال مت ماضي بسيط، ارجع بيها الماضي بتاعها يبقى ايه؟ قلنا ماضي تام that she had met. عادي اقول ايه؟ طب هي قالت لمين يا مستر؟ يور فريند دي احولها لايه؟ هي قالت هتبقى يور فريند ولا ماي فريند ولا ايه؟ قال لك بص، هو هي قالت لمين؟ اكيد قالت لشخص ما، بس هو ما ذكرش الشخص، فحضرتك هتعتبر ان الكلام ده متوجه لك ايه؟ انت. حلو. فكلمه يور فريند تبقى ميت ماي فريند، يبقى متوجه لي انا، فاقول ماي فريند.
و a fortnight ago تتحول تبقى 2 days before. السؤال اللي بعده بيقول I have just eaten lunch. أنا لسه واكل غدا. said أحمد. عايز أقول had. جميل زي الفل. had دي اللي هي كلمة have أخليها أرجع بيها خطوة لورا. حلو ماشي زي الفل. تعالى مين اللي قال؟ أحمد. أحمد قال إيه؟ said. قال لحد؟ لا يبقى said زي ما هي. الاي بتعود على احمد فتتحول تبقى هي. يا مستر انت نسيت تكتب ذات. لا انا قاصد. ليه؟ لان ذات ممكن ما نكتبهاش. ممكن ما نكتبهاش. معايا؟ ماشي. انت مش عاجباك عادي يا سيدي، بس انا بقول لك عشان في حاجه هتقابلنا كده ايه، هنحتاج اللي انا قلته ده دلوقتي. فاقول ايه؟ ذات يا سيدي ولا تزعل. ذات هي. خليها ماضي. هاف تبقى had just وبعدين eaten lunch. ماشي. اللي بعده بيقول لك ايه؟ we are studying for the exam now. they said. هم قالوا. جايب لك هنا told me. هو عايزك هنا تقول ان في مخاطب اللي هو انت هذا المخاطب. ماشي. مين اللي قال؟ they. قالوا لمين؟ told me. اشمعنى؟ لان هو طلب مني كده. شيل الاقواس وخليها that. وبعدين هم قالوا لي. ودي بتعود على مين؟ عليهم هم. هتتحول تبقى they. that they. اوكي. تعالى are خليها ماضي يبقى was او where يبقى where. ليه؟ عشان they جمع. where ايه؟ where studying. كانوا بيذاكروا يا مستر for the exam. وتروح انت بقى كاتب now ومنك لله ما تنساش ان now بتتحول تبقى then. السؤال رقم 6. I can't open the window. أميرة said. أنا مش عارف أفتح الشباك. قالت أميرة. عايز يقول لك couldn't. حولها لغير مباشر. مين اللي قالت؟ قال آنسة أميرة. قالت لحد؟ لا. قالت فقط. أوكي تعال. said. شيل الأقواس وحط مكانها that. الأي بتعود على مين؟ على الآنسة أميرة تتحول تبقى she. وبعدين can't خليها ماضي تبقى couldn't زي ما هو مطلوب منك. وبعدين هتكمل بقى الجمله ان مفيش حاجه ثانيه ايه؟ مفيش حاجه ثانيه تتحول. الفكره وصلت يا صديقي؟ سهله يا مستر. تعالى اما نحل بس الكوريكت الاول ونعرف بعد كده هي سهله ولا لا. تعالى سيبني نحل على الكوريكت شويه في الحته دي. بيقول لك علي said that he not the movie that night. علي قال ان هو نقط هذا الفيلم that night اللي هي اصلها كلمه tonight. على فكره that night هي تحويلة كلمة tonight. ماشي. الجملة دي غير مباشرة. فالمفروض ان احنا نخليها فين؟ في الماضي. فويل واتش هتبقى would watch زي الفل. فهتبقى would watch. خلي بالك عشان هي ليها تفاصيل تانية بس ان شاء الله في ثالثة ثانوي بقى تاخد الموضوع بالكامل. he said. وخلي بالك انا عندي هنا علامات تنصيص. فالكلام مش في الماضي، الكلام فين؟ في المضارع. عرفت منين يا مستر؟ من كلمة now معناها الآن. خلي فيرب تو بي في المضارع فهيبقى سوري هتبقى am لأن الفعل اللي عندي إيه؟ I. 3. My teacher told me that story is not a powerful way to learn. مدرسي قال إن القصص نقط طريقة جامدة جدا للتعلم وجايب لي كلمة are. دي جملة غير مباشرة. أيوه خلاص خليها ماضي. ماشي هتبقى where. الجملة اللي بعدها جملة في المباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر يا مستر ولا مباشر؟ مباشر. عندي علامات تنصيص يبقى مباشر. ماشي. سمير نقط. في مخاطب؟ لا. ففعل القول اللي عندي هيبقى ايه؟ said. اللي بعده she said that he not the story he had read the day before. جملة بص يعني دي had ودي before ودي said that غير مباشر رسمي وقايل لي enjoy. انت ايه؟ فالحل ان انا اخليها ايه؟ enjoy. هات الماضي بتاعها على طول. الجملة اللي بعدها ابراهيم said just now. ابراهيم لسه قايل دلوقتي. الجملة دي تتحول ولا لا؟ قال لك لا. ليه؟ عشان في just مع فعل القول وفي just now مع فعل القول اسف. فبالتالي الجملة مش هينفع تتحول، دي هتبقى مضارع زي ما هي. فالحل بتاعها هيبقى studies. ليه يا مستر IES؟ لأن الفعل اللي عندي إيه؟ الفعل اللي عندي هي. 7. he said he not to travel tomorrow. وقال إن هو not يسافر بكرة. عندك جملة غير مباشرة. يبقى المفروض الكلام ده في الماضي. أيوه فهتبقى wanted. جميل. تعالى رضا said just now. رضا لسه قايل دلوقتي. الجمله دي مضارع ولا ماضي؟ والله يا مستر المفروض تبقى مضارع. فهقول ايه؟ هقول is working. جميل. 9. she told me that Cairo not the capital of Egypt. هي قالت لي ان القاهره not مصر عاصمه مصر.
حقيقة تقدر تغيرها؟ لا. فدي جملة في المضارع، فهقول هنا ايه؟ هقول is. اللي بعده 10. She not that man sitting there a true story. بص هي قالت للراجل اللي قاعد هناك قصة حقيقية. بص ركز. That man sitting there a true story. المفروض ان هي اخبرت او قالت، فالحل هيبقى ايه؟ told. بس كده. سؤال رقم 11 بيقول احمد told سلمى that he had played football نقط. يلا جمله غير مباشر، حول لي yesterday. هتقول لي يا مستر انا فاكر ان هي اسمها the day before. واحد بيقول لي يا مستر بس هي اسمها the previous day. الاثنين معاك ايه؟ الاثنين معاك صح. 12 she told me that she not reading a story. told me اخبرتني، يبقى الجمله ديت غير مباشر، فالمفروض ان زمن الجمله يبقى في الماضي، فهنخلي ديت ايه؟ باظ. اللي بعد I'm coming for lunch نور. انا جاي اتغدى يا نور. told uncle ولا said uncle؟ said uncle. كلام سليم، كلام سليم. في مشكله في المباشر وغير مباشر؟ لا يا مستر. طب تعالى نخش على كلمات يونت على السريع كده، نفتكر الكم كلمه اللي مجعلصين. تعالى معايا. رجعنا من تاني يا صديقي، يلا بينا بسم الله نفتكر مع بعضينا الفوكاب عن طريق الحل. بيقول لك السؤال الاول not stories are full of humor. humor اللي هي الفكاهه. ايه القصص اللي فيها فكاهه يا مستر؟ الكوميك، القصص المصوره. السؤال الثاني بيقول يا صديقي the main problem up with imaginary character and events are called not stories. مبدئيا انت لو ركزت شويه في السؤال دوت، هو السؤال فيه غلطه اصلا. المفروض بيقول لك هنا هي stories made up with imaginary، لكن هما سؤالين دخلوا في بعض. هو كان بيتكلم the main problem، المشكله الرئيسيه اللي بتواجه الشخصيات في اي قصه، فالحل هيبقى conflict. لكن هو لو بيتكلم ويقول ان هي قصص فيها imaginary stories وايفنتس، فده السؤال اللي بعد منه اللي هي المفروض تبقى fiction. جميل جميل. سؤال رقم 4. A person or an animal is a story is called a not. والله شخص او حيوان في القصه بنقول عليه character اللي هو الشخصيه. A lesson about right and wrong that you learn from a story is not. الدرس المستفاد سواء الحاجه الصح او الغلط اللي انت اتعلمتها من القصه اسمها moral، اللي هو الدرس الاخلاقي او الدرس المستفاد. 6. In a careful and thoughtful way means not. بطريقه حذرة وطريقة كويسة وطريقة محترمة ولكن في نفس الوقت thoughtful يعني انت بتفكر كويس، ما بتبقاش منقاد. شخص بيفكر في الحاجة وتشوف حلوة ولا لا من وجهة نظرك الشخصية، انت بتفكر بشكل critically ناقد. اللي بعده the ability to understand and share the feelings of others. القدرة على الفهم ومشاركة المشاعر مع الآخرين. empathy اللي هي الشفقة أو المشاركة الوجدانية. اللي بعده not stories are based on real events from the past. أحداث حقيقية من الماضي يبقى historical. اللي بعده بيقول لك the word aware. كلمة aware عكسها إيه؟ unaware. aware يعني واعي، unaware يعني مش واعي. 10. tasty and not had the same meaning. كلمة tasty وكلمة كذا ليهم نفس المعنى اللي هي delicious. غيره the suffix not to change the noun emotion into an adjective. emotion عايز احولها ل adjective تبقى emotionless، emotiony ولا emotional عاطفي بإضافة al. 12. the fox is a clever animal. fox حيوان clever دي مقصود بيها ايه؟ المقصود بيها ان هو smart ذكي، اكيد مش sweet مسكر stupid غبي. untalented غير موهوب لا. 13. old fashioned and traditional are not. old fashioned قديم، traditional تقليدي. الكلمتين دول ايه؟ synonyms يا مستر، مترادفات. 14. Cinderella is not a real story. سندريلا مش قصة حقيقية والله، هي قصة خيالية تبقى fiction. 15. To turn the word wood into an adjective. كلمة wood عايز احولها لادجكتيف او صفة، احط لها ايه؟ en wooden اللي هي معناها خشبي. 16. بيقول good stories help us see things from different point of view. different points of view كلمة على بعضها. السؤال رقم 17 بيقول there was a small note between the neighbors about the garden fence. كان في نقط بين الجيران على السور بتاع الجنينة. طبعا كان في صراع بسيط كده ألا وهي كلمة conflict. 18. my grandfather often tells not stories he learned from his parents. جدي دايما بيقول لنا قصص نوت اتعلمها من أبوه وأمه، يعني قصص شعبية يعني folk stories. 19 بيقول listening is a key نقط of good communication. ايه؟ عنصر مفتاحي key element. اللي بعده the clever fox is a نقط because it
has talking animals and a moral. The clever fox. قصة الكليفر فوكس دي هي نقط عشان فيها حيوانات متكلمة وفيها درس أخلاقي، يبقى fable. قصة خيالية طبعا، مفيش حيوانات بتتكلم. 21 next first next then and finally are not words. الكلمات دي كلمات ايه؟ sequence words، كلمات تتابعية. اللي بعد stories كده. stories help us to see the world from not points of view. طبعا various، القصص بتساعدنا في رؤية العمل من وجهات نظر متعددة. if someone asks you a question، لو شخص سألك سؤال، it's polite to not quickly، من الأدب إنك to respond، ترد عليه وتستجيب بسرعة. السؤال اللي بعده the dog not loudly to frighten his reflection in the water. الكلب نقط بصوت عالي علشان يخوف انعكاسه في المية. عمل الكلب، أكيد الكلب ينبح، اللي هي كلمة pocket. أيوة دي مياوت، يعني اللي هو صوت القط. 25 عمر reads stories that often teach a lot or life lesson. عمر بيقرأ قصص عادة بتعلم إيه؟ بتعلم moral، ده أخلاق يا مستر. السؤال اللي بعد منه بيقول our teacher reminds us that even fun or fictional stories can carry deep messages. لك حتى القصص الخيالية ممكن تحمل رسالة عميقة. آخر سؤال بيقول لك good stories teach us important life lessons or have a moral. القصص الجيدة بتعلمنا درس مهم في الحياة أو فيها درس أخلاقي. وبس كده يا سيدي، خلصنا النص الثاني من مراجعة النهائية بتاعت ثالثة إعدادي. الحمد لله رب العالمين، ربنا من علينا إن إحنا رجعنا على الجرامر، حلينا عليه، عرفنا الأفكار المهمة، فكرتك بالفوكاب على السريع. استنى مني أقوى فيديو ليلة امتحان يا صديقي. مش هنسيب أي حاجة مشكوك في عمرها تيجي في الامتحان إلا وهنتكلم فيها بإذن الله. دعواتكم لينا بالتوفيق، ودعواتكم لكل الناس بالتوفيق. ربنا يوفقكم ويصلح حالكم جميعا. أشوفكم على خير إن شاء الله. الفيديو اللي جاي كان معكم أخوكم أحمد محسن. سلام.